إخوتي الأهلاوية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا شفنا وتابعنا واستقبال، شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، شايفين كل حاجة حلوة موجودة في النادي الأهلي. إيه يا جدعان ده؟ إيه الاستقبال ده؟ إيه العظمة دي؟ إيه الكيان الجميل ده؟ لا إيه ده؟ بالورود وكل حاجة جميلة. شرف، شرف يا جدعان. النادي الأهلي يضيف لأي بطولة، النادي الأهلي يضيف لأي بلد بيروح، سواء في بطولة، سواء في معسكر، سواء في مباراة ودية. هو ده التاريخ، هي دي الإنجازات، هو ده الكيان، الكيان اللي تشرف بيه، اللي انت تقف تستقبله بالورود، اللي انت تستنى واحد زي كابتن محمود الخطيب داخل عليك، زي المهندس خالد مرتجي، زي كابتن خالد بيبو الكبير بتاع 6-1. ايوه هو ده. الناس دي عاملة يعني تواريخ ليها شخصية. واحد زي علي معلول لسه بيقول، واحد زي الشناوي. شوف الشناوي الدنيا مقلوبة عليه بسبب الحكمة. ايوه اللي انت قلت عليها دي. فتاريخ، التاريخ رايح ابو ظبي. فانت عايز يكون عامل ازاي؟ ابو ظبي كلها دلوقتي كانت علاقة على النادي الاهلي، وان شايفين ابطال النادي الاهلي في مطار ابو ظبي داخلين. يا جدعان الاهلي غير. وتيجي واحد يقارن نفسه بيا، يقارن نفسه ناديه ما عملش تاريخ ولا بطولات ولا وصل عالمية، وبيقارن نفسه بيا. ده ايه يا جدعان الجبروت ده؟ ده ايه الجحود اللي فيك ده يد يد احنا عالميين ده ابطال البرونزية تقعد تقول لي يد اوصل لها انت، تخش كاس العالم. ده انت هتقعد لغايه 2029 مش هتشوف كاس العالم غير في التلفزيون هتتفرج عليه عليه زي ما احنا بنتفرج بس احنا بنشجع وبنقول يا رب فريقنا يكسب. انت هتقعد تتفرج، تقعد تقول يا رب يخسروا ونحن نكسب وننكد عليك، ونفضل كعبنا عالي عليك، ونفضل احنا اسياد افريقيا، ونفضل احنا اسياد العرب، ونفضل احنا بطل البرونزيه وتالت العالم. اقول ولا كفايه؟ كفايه، ماشي كفايه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.